بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. اهو. الحمد لله يا رب. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. حبايبي واخواتي، نزلت سويت بقى كده شويه حاجات كده باذن ربنا نجهزهم ونحطهم في التلاجة، عشان طبعا في الصيام الواحد ما بيقدرش يروح كل شويه السوق والكلام ده. جبنا بقى البطوطه دي حلوه، الكرنب رخيص خالص دلوقتي، عشان والرز بيبقى غالي وكده، فالناس بكرنب كتير يعني اليومين دول. ما شاء الله، الله اكبر. دي ب2 جنيه ونص. ماشي. هقول لكم اسعار كل حاجه. الجزر ده اللي تلاقيه لونه تحس ان هو زي الشفاف كده، ده الجزر المعسل. دي جزراء المعسل ده كيلو ربع ب5. ماشي. لكن بقى كده عشان نوسع. البطاطس نزلت اهي الحمد لله. البطاطس آلية الكيلو ب10 جنيه. ماشي. نوسع كده. الفجل والجرجيل بقى عزيز دلوقتي، 3 ربطات ب5 جنيه. جايبين يوم الجمعه الربطه بجنيه. ضحكوا عليك. لا، مع يوم اللي فيه كتير بتبص تلاقيه رخص، واليوم اللي الناس نازله فيه قليل بيغلوا. السبانخ طبعا جميله برضو، نص كيلو سبانخ كده بلدي حلوه. ما شاء الله حاجه الشتاء جميله. ده هنعمله برضو واحطه في الفريزر معاكم ان شاء الله. الطماطم بقى اللهم صل على النبي، الطماطم اللي جميله جميله. فوق شويه طماطم جميله، الكيلو ب6 جنيه. فجبت دول. جبت الشطه برضو نزلت شويه، كانت بدا يرفعوها. الكيلو ب10 جنيه. ماشي. جبنا كيلو. واللهم صل على النبي. البسله بقى اللي شايفه دلالها بشكل السنه دي بسله سكريه. شايفه دلالها يعني ده كيلو النهارده ب30 جنيه، بس خدناه ب25، لان السوق مش قد كده، فالناس عايزه تبيع وتمشي. جبت كمان قلقاسه. واستفان ده انا بقى عشان هما بيجيبوا برتقال هما جايين، انا عشان اسهل في التقشير عشان احنا بنخليها تقشر لنا كلنا، عشان هي ما بجيب برتقال بيذنبوني بقشر للكبير والصغير. طب وانا ذنبي ايه؟ انا اجيب له استفندي كل يقشر لنفسه. خلصتي؟ وان شاء الله اكمل الفيديو بقى، نكمل نيجي هجهز الحاجه واوضبها ونفرزها مع بعض باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. اسكت يا كده خلاص عملنا اهو. عملت الطماطم وجهزتها والسبانخ تمام برضو عملتها، بس انا بيتها في التلاجة من امبارح عشان ما كنتش لسه عامله الرز. والبسله، بس انا ما بحبش احط الجزر على البسله، انا بعمل الجزر وحدي عشان اخد على قد ما انا عايزه. مش بحب ما بحبش اقطع الجزر الكبير يعني، فبشربه اصلا بالكبه وبعدين بحطه كده. القلقاس اهو وضبته وجهزته برضو. بعد ما بخرطه بعصر عليه ليمونه واقلبها ببعضيه كويس واربطه، ما يحصلوش اي حاجه ولا لونه يغير ابدا. طبعا انا عملت الباقي وحطيته في الفريزر، بس عشان ايه جيت الفيديو عملت خضره القلقاس، الفيديو اتمسح من عندي، فقلت اصور دول. وطبعا جبت اللفت ما فيش غنى عنه بقى في الصيام، يعني في السحور والفول وكده احنا ما بنستغناش عن السلطه، بس لازم اللفت لابد برضو يبقى احسن ما نجيب من بره. انا عملت برطمان لفت اهو، بس قطعته حتت كبيره وحطيت البنجر في اخر البرطمان. واللفت اهو لقيت البرطمان ناقص، فرحت كملته شطه، هتبقى حلوه برضو مع اللفت، انا جربتها قبل كده. واكمل بقى الميه كده تمام قوي. الميه خطت الشطه اهي، ونقفله بقى وخلاص كده. نحط الحاجه. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. واللي وصل معايا لحد هنا لايك وشير بالله عليكم واكسبلور، وتعليق جميل منكم لو شايفين مني اي حاجه. شايفين البنجر عامل ازاي؟ ما شاء الله. البنجر بلدي جميل. وبقت الشطه بقى ايه، هنعمل الشطه بقى ايه، شطه الايه الحراقه دي، ودي شطه بارده. لخبطهم مع بعض كده عشان يدوا طعم لبعضهم. اللي عايز ياكل شطه بارده ياكل، اللي عايز ياكل شطه حراقه ياكل براحته. هنعمل كمان برطمان شطه وارجع لكم تاني. كده خلاص اهو خلصنا البرطمان البتاع، وعملت كمان برطمان شطه اهو صغنون كده حلو، شطه حراقه على شطه بارده. وادي القلقاس. وربنا يخلي بقى امي جابت لي التوابل اهي، والكمون والفلفل وورق اللورا وبابريكا، بس انا ما اعرفش توابل اللحمه. جايب لي حاجه تانية كده على اني ما عارفه ايه هي ولا لسه ما قالتليش، بس هي ريحتها حلوه تقريبا. برضو توابل فراخ او لحمه برضو او شوربه. دي توابل شوربه. وكل سنه وانتم طيبين، ونعاد عليكم الايام بالخير والسعد والهنا يا رب. وربنا يكرمنا جميعا بحق جاي الحبيب النبي والوصل لحد هنا. بالله عليكم يا جماعه بقى اللايك والشير والاكسبلور عشان
الفيديو يتنشر ونساعد بعضنا، نقف جنب بعضنا، ربنا يكرمنا جميعا بإذن الله. وكل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم الأيام بالخير والبركة والرزق والهنا يا رب عليكم وعلى أولادكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.